نحلل ماتش الهلال والاتحاد في دوري ابطال اسيا. تعالى كده نبتدي بماتش الهلال. ماتش الهلال خلص 1-1، كان بيلعب مع وصيف الدوري الاوزبكي. الماتش كان سهل جدا حقيقي، 80% من الماتش كان موجود في نص الفريق الاوزبكي، بس اللي حصل الحمد لله. الفريق الاوزبكي ده راح بكورتين، كوره غفلوا فيها 2-2، خرج من المدافع ولعب الثرو، راح على العريفي وشاطها في ضيقه جت جول. والكوره الثانيه الصراحه البطل العريفي اللي هو ابقى الهلال في الماتش، كانت ممكن تخلص بسهوله جدا، بس الصراحه تصدي رائع جدا خلى الهلال في الماتش قدر يخلص الكره الثانيه. ده بالنسبه لهجمات الفريق الاوزبكي في الماتش كله. بالنسبه للهلال، الهلال ابتدى الماتش كان ممكن ينتج جول في اول 10 دقايق بسهوله جدا. نيمار، ميشيل، متروفيتش كان غايب جدا الصراحه الماتش ده، وكان مختفي معظم فترات المباراه. جات له كور عرضيه بس كان مركز في ان هو يجيب بلنتي اكتر بكتير من ان هو يجيب جول. جاله كوره حلوه جدا، استلمها حلو قوي، بس للاسف شاطها جت جنب العارضه. نيمار سوبر سكيلز، بيستلم الكوره بكعبه، بيلعب بدماغه، كان في بلنتي ممكن يجيبها، بس الحكم كان صايع جدا وما قدرش يخلصها. سعود عبد الحميد عجبني جدا، كان عامل جبهه حلوه قوي 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 مع ميشيل، وكان بيباصي لقدام، وكان بيلعب لمتروفيتش. هي دي الكره اللي متروفيتش استلمها ولف بظهره وشاطها في بعيد. ياسر الشهراني الناحيه الثانيه كان عامل جبهه قويه جدا مع نيمار الصراحه. ايه تاني؟ نيفيس كان ماسك نص الملعب بطريقه حلوه جدا. الكرات العرضيه بتاعت نيفيس، هرجع اقول تاني، هو ما بيوزعش كرات عرضيه، هو بيوزع هدايا حقيقي. جاله كوره برده على الطاير من نيمار من كورنر، شاطها كانت هتخش جون لولا الجون تألق. ميشيل من افضل لعيبه الماتش ده. ميشيل من اليمين للشمال، وما اعتقدش دي قرارات فرديه، دي خصوص المدرب، مره يمين مره شمال. عاجبني جدا الصراحه. حتى الجون اللي جه العرضيه اللي لعبها للبليهي، الكره اللي حطها بدماغه دي عرضيه من ميشيل. فالصراحه مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري هو ميشيل. ماتش سهل جدا في مجموعه زي دي، كان ممكن يخلي الهلال اول المجموعه، الهلال دلوقتي تاني المجموعه عشان يتعادل الماتش، والفريق الاول كسب اول ماتش. عايز اتكلم على ايه تاني؟ عايز اتكلم على كانو لما نزل مكان نيفيس. كانو هرجع اقولها، ما بياخدش دقايق كتير، بس لما بياخد دقايق واقف على رجله، عارف هو بيعمل ايه. جات له فرص يجيب اجوان، بس التوفيق كان غايب خالص. كان ممكن استغلال العرضيات والكورنرات 100 مره افضل من الشكل اللي احنا شفناه. في مجموعه سهله زي دي كنت ممكن تخرج بالماتش ده 2-0، 3-0، 2-1، 3-1 مستريح. العرضيات كان في عرضيات كتير جدا حتى بعد التعادل. نيمار لعب كوره الجول ما قدرش يمسكها ولا حتى يشتتها، نزلت على رجل اللعيب تقريبا اتفاجئ، ما كانش متوقع ان هي تعدي. بس في ماتشات زي دي المفروض ذهنك حاضر، الكوره فيرست تاتش على طول في الجون، حتى لو استلمتها استلامه تنزل تحت رجلك، مش تبعد بالمنظر ده. التيفو كان جميل جدا، اسيانز ليدر الصراحه. انا يعني من الحاجات اللي بهرتني في الماتش ده الجمهور كان كويس جدا، قوي جدا. التيفو اللي كان معمول اسيانز ليدر ده الصراحه كان تحفه. فكان ماتش يعني من وجهه نظري كاداء متواضع للهلال، كان ممكن يخلصوا 2-0، 3-0 مستريح قوي حقيقي. 11 كورنر للهلال، يعني الماتش كان ممكن يخلص للهلال زي صباح الفل. بس مش عايز اقول استهتار على قد ما اقول ايه، لسه اللعيبه بتركب على بعض. الناس كلها اللي جايه دي ما لعبتش 5 ماتشات على بعض، كلها لسه ايه بتسنس مع بعضيها، بتشوف الدنيا فيها ايه. والهلال دلوقتي زي ما قلت لك هو تاني المجموعه. ده كان كل حاجه ليها علاقه بماتش الهلال. تعالى غدك ونروح لماتش الاتحاد الماتش بتاعه خلص 3-0. حقيقي الاتحاد ما عملش ماتش، لا هو عمل شوط اول محترم. الشوط ده يعني من اجمل الاشواط اللي الاتحاد عمله من خلال اول السيزون لحد دلوقتي. حقيقي احلى الشوط الاول اللي الاتحاد عمله من اول بدايه الموسم. الشوط الاول بيخلص 3-0، اول جون جه عن طريق كامارا، هارون شوطه، كامارا دخل عمل فولو اب وحطها جون. عجبني كامارا جدا، كان عامل اسيست الماتش اللي فات في الدوري. لعيب حلو جدا، لعيب بيتحرك، حفروك، بيروح وبيجي، بتلاقيه في اي حته، دريبلر الصراحه عاجبني جدا. حمد الله عمل فرق، حمد الله اللي ما لعبش ماتش الدوري اللي فات حقيقي، مش عارف ليه كان عنده انذارات ولا مصاب، عمل فرق قوي الماتش ده. لعيب تقيل، بيقف على الكوره، بيشوط من اي حته، بيستلم، بيروح بيجي، بيحرك الفرقه كلها، مش اناني، بيصلح لزمايله. في الكوره اللي راح بيها حمد الله والشنكوتي، الكوره دي مثلا يعني ما كان ممكن الماتش يخلص 4 بدل 3، بس ما فيش مشاكل، كده الاتحاد كسبان، خلص الماتش او الشوط الاول 3-0، وكان وهو اول المجموعه الحمد لله. بالنسبه للشوط الثاني، الشوط الثاني كان صراحه
يعني ما فيهوش جمل قوي على قد ما هو كان الاتحاد بيصير الماتش عشان يخرج بالثلاث نقط، وحقيقي قدر يخرج بالثلاث نقط. الدفاع بتاع الاتحاد كان عامل شغل حلو جدا. عاجبني فابينيو ان هو حتى لما فابينيو بيعطل ما بيلاقيش اللعيبه اللي جنبه اللي هو يباصلها او يسند عليها، بيقوم لاعب على مين؟ بيقوم لاعب على الكره الطويله لحمد الله لرومارينيو. رومارينيو حط جونين، جون من فولو اب وجون من بيلنتي، حمد الله هو اللي جابه. حمد الله عمل البيلنتي لبسها له صح، هو الماده بتاعت الكوره دي هو عارف ان هو مش هيجيب الكوره بس هو مدها عشان يلبسه بيلنتي. حقيقي عاجبني الفرق جدا اللي عجبه اللي عمله حمد الله. ورومارينيو حط جون بالفولو اب بالدربكه في وسط الكورنر، وحط البيلنتي دخل حطها بمنتهى الهدوء اللي في الدنيا. عجبني المعيوف جدا. المعيوف ظبط الدفاع، عمل ماتش دفاعي حلو جدا، ما اختبرش كتير بس الكور اللي وصلت له قدر يطلعها، ما عدا كوره واحده بس المهاجم حطه في ظهره وراح بس شاطها بعيد. ده كان كل حاجه ليها علاقه بماتش الاتحاد. الاتحاد خلص الماتش 3-0 بمنتهى الاريحيه، ريح اللعيبه بتاعته كلها. بنزيما كمان ما كانش بيلعب. كان ماتش سهل جدا بالنسبه للاتحاد. انا مبسوط ان هو قدر يخلص الثلاث نقط زي صباح الفل في شوط كامل، ولعب الشوط الثاني من اجل ان هو يخلص الماتش كده. راح بمرتدات في الشوط الثاني، جاب كور في العارضه، قدر يعمل كده بس للاسف ما قدرش يزود غله الاهداف. بس ده مش مهم، انت كده كده كسبان 3-0 ومخلص الماتش بثلاث نقط. ده كان كل حاجه ليها علاقه بالاتحاد والهلال في دوري ابطال اسيا. لو وصلك الفيديو اشترك في القناه وسبسكرايب. شكرا جدا، انبسطت معاكم، اشوفكم على خير.